لم تطرح يوم أمس، طرحت منذ فترة، شو السبب في انتشارها الآن؟ والله أولا أصبح عليكم بالنور والعافية. يا صباح السعادة. الأصلاف الجميلة هذه حبايبي الله يخليكم. طبعا هي قبل من 2020 طرحت، والحمد لله انتشرت في اليمن على حدود الوطن يعني. انتشرت ووصلت ل 3 مليون في قناة غير قناتي، واحتذفت وبعدين من جديد صعدت في قناتي وانتشرت على مستوى اليمن. لكن الفترة الأخيرة يعني كأنهم اكتشفوها أكثر في الخليج، في ليش برأيك في مسقط في عمان وبعدين في السعودية. ليه برأيك شو العوامل والله اللي كانت في هاي الأغنية اللي خلاها تقطع حدود اليمن وتخرج إلى خارجه للعالم العربي؟ أول شيء قبل كل شيء هو توفيق من الله يعني. ثاني شيء أحس أنه الأغنية صادقة في المشاعر، في الموضوع اللي تناولتها يعني، خاصة إحنا كيمنيين يعني المعاناة اللي نعانيها من جراء الحروب وغيرها والفراق اللي أرغمتنا أن احنا نسافر ونهاجر ونغترب ونفارق أهلنا وحبايبنا. طيب فهذا عتاب، كان عتاب بين حبيب وحبيبته. الله كذا. طيب في عتاب آخر من الجمهور اليمني، يقولون والله أنه المطربين أو الفنانين اليمنيين في الخارج لا يغنون الأغنية اليمنية، بمعنى أنه أنتم تغنون الصنعانية، مثلا الأغنية الصنعانية البيضة مش الصنعانية التراثية. كيف ترد؟ احنا نغني الكل يعني، بس انه علشان تصدر الفن الصنعاني ولا الفن اليمني تحتاج انك تختار يعني كلمات صنعانية ويمنية، بس انها تكون مفهومة يعني نوعا ما توصل في الاخير. الفن اذا ما فهمت الكلام اللي فيه كيف بعيش الشعور؟ مظبوط. فاكيد بنتكلم بلهجتنا وبس. يلا خلينا نسمع منك يا ايمن، قالت حبيبي هيك مباشرة. يلا نشتي نعيش الشعور وياك، نشتي نسمع. يلا ايوه نشتي حلوه. طيب قالت حبيبي قلتها يا نور عينه، قالت فقدتك وهجرك قد عبث فيني، الوصل لي حق واريد الحق ذا الحين، ما عاد بصبر وبعدك بيجنني، يميني لدعي إلهي بيني وبينه، والله يغني عن العالم ويكفيني. قلت اسمعيني حبيبي ما نسي دينه، لكن ظروف الزمان للبعد تجبرني، يمين لدعي إلهي بيني وبينه، والله يغني عن العالم ويكفيني. قلت اسمعيني حبيبي ما نسي دينه، لكن ظروف الزمان للبعد تجبرني. قالت حبيبي قالت حبيبي قالت حبيبي قلتها يا نور عينه. أيمن، من هي حبيبتك يا أيمن بأقل من دقيقة؟ حبيبتي زوجتي وصديقتي ونسيبة حبيبتي أكيد. عسى الله يهنيكم.